ازيك يا عزيزي اهلاوي، الف مبروك على ماتش امبارح. نتيجه نقدر نقول ان هي جيده قوي كمان لما تبص للصوره الكبيره، وده اللي خلاني شخصيا اتوقع ان النتيجه دي تحصل، وكنت بتمناها ان احنا نكسب 2-0 عشان انا كنت شايف الصوره الكبيره من قبل ما الماتش يبدا. ايه بقى يا عم الصوره الكبيره دي؟ تعالى ندخل في التفاصيل جوه الحلقه. الصوره الكبيره بتقول ان على الورق فريق الرجاء هو اقوى فريق في دور المجموعات السنه دي في دوري ابطال افريقيا. كسب 5 ماتشات من السته وتعادل بس ماتش واحد بره ارض. تاني اقل فريق دخل فيه اهداف، دخل فيه 3 اهداف بس طول دور المجموعات. فعلى الورق انت قدام فريق جامع 16 نقطه، فريق مرعب حرفيا كده لما تبص على النتائج. ورغم كده قبل القرعه ما تحصل انا كنت بتمنى ان احنا نقابل فريق الرجاء مش الترجي ولا الوداد، لان الخبرات الافريقيه ليها دور كبير قوي في القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي. طيب نرجع تاني كده، احنا قلنا الصوره الكبيره ان انت قدام فريق مش سهل، فان انت تكسبه 2-0 وماتش الذهاب على ارضك هنا وما تستقبلش اي اهداف، دي حاجه كويسه جدا. وانت خلاص يا باشا كده صدرت لهم الضغط من دلوقتي. وانا بتفرج على الماتش النهارده وانا كنت حاضره طبعا من الاستاد، بدات احس لاول مره ان مستر كولر بدأ شويه يفهم يعني ايه افريقيا. فتحه الصدر اللي الاهلي كان بيعملها قدام اي فريق يقابله، ودي طبعا اللي اثرت علينا كتير جدا في كاس العالم للانديه وبعديها قصاد سان داونز هنا في دوري ابطال افريقيا. مستر كولر هدي شويه عليها وبدا يفهم ان كل حاجه ما بتتاخدش بالدراع. شفت مستر كولر النهارده شخص براجماتي قوي، عارف هو عايز ايه من الماتش وخده ومشي. عشان كده برده الماتش ما فيهوش متعه كتير. يعني مستر كولر النهارده نازل مقسم الماتش تقسيمه حلوه جدا. رقم واحد، ما يخشش فيا اي جوان، لان لو دخل فيا جون هنا حتى لو كسبت هتبقى مشكله كبيره. نفتكر طبعا في 2017 لما كسبنا هنا الترجي 3-1 ورحنا هناك اضرب يا بدري 3-0، رغم ان انت كسبان 3 على ارضك، لكن الجون اللي لبسته هنا هو اللي خرجك من البطوله هناك. فاولويه اولى ان انا ما يدخلش فيا جوان. الاولويه الثانيه ان انا على قد ما اقدر استغل الفرص القليله اللي هتجيلي واجيب منها جوان. عشان كده مستر كولر كان نازل بشكل تحفظي الى حد كبير. الباكات مش الاثنين يزيدوا مع بعض، واحد يزيد الثاني يفضل مكانه. مروان عطيه مركز 6 ما بيتقدمش خالص، لو واحد من الاثنين اللي قدامه ديانج او السوليه بيزيد الثاني بيثبت مكانه. الثلاثه بس اللي قدام سواء حسين الشحات او كهربا او بيرسي تاو هم دول اللي مرمي عليهم كل الشق الهجومي. طبعا فريق الرجاء نازل مقفل عشان يستنى يستقبل لعب من الاهلي ويلعب في ظهره على الهجمات المرتده. ما شافش القصه دي مع مستر كولر، لان انت ما سبتلوش المساحات دي. هتقول لي يا عم هاني دول عاملين كورتين خطر والشناوي نجم الشوط الاول، ده حقيقي، بس الكره الاولى كانت فاول والكره الثانيه كان ميس باص من محمود متولي، لكن ما فيش هجمه مرتده اتعمل عليك. ما شفناش فريق الاهلي طالع كله قدام وكره بتتقطع عليه ويتلعب عليه هجمه مرتده، وده اصلا واحد من اهم اسلحه فريق الرجاء، اللعب ورا الباكات. بالنسبه للادوار الهجوميه لمستر كولر، فطبعا كهربا هو الوحيد اللي قدام، والوينجين بتوعنا حسين الشحات وبيرسي تاو كعاده بقى مستر كولر فاتحين الملعب على الاخر عشان يفضوا مساحه بين السنتر باك وبين الباك بتاع فريق الرجاء، ودي اللي هيخش فيها السوليه او ديانج حسب اللعب يمين ولا شمال. للاسف مفيش واحد بيقوم بالادوار دي زي حمدي فتحي، وحمدي فتحي مستر كولر كان شايله للشوط الثاني. وعشان اوريك الفرق بس، في كوره كده عمرو السوليه طلع بيها وانفرد بالجون وحطها ببطن رجله ضعيفه جدا، هي اتحسبت اوفسايد، بس شوف الفرق بين الاستلامه والفينش بتاع حمدي فتحي وبين عمرو السوليه. ما بقولش ان حمدي فتحي يعني احسن من عمرو السوليه، انا بتكلم في ادوار تكتيكيه معينه. يعني تسديدات عمرو السوليه احسن بكتير من حمدي فتحي. المهم ان ده مش مجال للمقارنه بين الاثنين لعيبه دول، لكن بس بفهمك ان مستر كولر الادوات اللي عنده ما تساعدوش ان هو يعمل اكتر من كده. واليو ديانج طبعا مش هو اللعيب اللي هتشوف منه الادوار دي خالص يعني. طيب هل انا كنادي اهلي هفضل على كده طول ال 90 دقيقه؟ لا طبعا، ما انا بلعب على ارضي ولازم اسجل. المغامرات اللي بيعملها مستر كولر كلها بتوقيتات معينه. الجون اللي محمد عبد المنعم حطه اخر الشوط الاول والجون بتاع حمدي فتحي برده اخر الشوط الثاني، دي الاوقات اللي مستر كولر بيقرر يغامر فيها. لو تاخد بالك يا باشا الكره جايه من لعب مفتوح من عرضيه لعلي معلول ومحمد عبد المنعم جوه منطقه الجزاء. ايه اللي جاب محمد عبد المنعم هنا؟ هي دي التوقيتات اللي مستر كولر بيسمح فيها للعيبه ان هي تغامر عشان يخطف، لان زي ما احنا كلنا عارفين بالذات في الماتشات التقيله دي التركيز بيقل جدا في اواخر الاشواط. فالرجاء شايف خلاص ان فاضل دقيقه والشوط الاول يخلص، فبالتالي تركيز اللعيبه بيقل الى حد كبير، فاي لعيب بيزيد في الوقت ده بيعمل دربكه وخلل ما بيقدروش لعيبه الرجاء يتعاملوا معاه. الى جانب طبعا ان محمد عبد المنعم مميز جدا في ضربات الراس. محمد عبد المنعم جاب اكتر من جون سواء في كورنر او في لعب مفتوح من خلال راسياته. وعايز اقول حاجه هنا، ان محمد عبد المنعم اساسه وهو بيلعب في الناشئين كان بيلعب راس حربه وسنتر فيرود محترم، وكان بيمتاز بضربات الراس. ده بس فك اللغز كده بتاع الراجل ده بيحط جوان براسه ليه، ولكن نتيجه لسرعته ونتيجه لجسمه كده الطويل وقوته كمان في الالتحامات اتغير مركزه
ورجع سنتر باك، والحقيقه هو واحد من افضل المدافعين اللي موجودين في مصر حاليا، وبقالنا اجيال كتير جدا ما شفناش عينه من كواليتي محمد عبد المنعم. المهم ان الشوط الاول يخلص 1-0. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. مستر كولر الشوط الثاني نازل برده بعقليه ان انا مش هستكفى بالهدف، بس برده بالمعقول وبالعقل، بلاش فتحه الصدر. عشان كده الشوط الثاني كان كله حرب في نص الملعب. مروان عطيه الشوط الاول هو اللي كان مسؤول عن نص الملعب وبيداري على اخطاء زمايله في نص الملعب سواء اليو ديانج او السوليه. الشوط الثاني بدا يفوق معاه ويدخل على الخط اليو ديانج، فبدات الكفه توزن شويه. وبعد مرور 67 دقيقه تقريبا يقرر مستر كولر ان هو هيدفع بحمدي فتحي عشان يدخل في اجواء الماتش ويبدا يستغل الحته بتاعته في الزياده في انصاف المساحات اللي اتكلمنا عليها. الى جانب طبعا ان حمدي فتحي عنده الورك ريت عالي جدا ويقدر كمان يساعد معاك في الاجزاء الدفاعيه. وفعلا فريق الرجاء تقريبا الشوط الثاني ما عملش اي هجمه على محمد الشناوي، بالعكس احنا اللي ضيعنا كوره الانفراد اللي بيرسي تاو حب يحطها بيمينه، وجبنا جون كمان عن طريق حمدي فتحي لما دخل بيرسي تاو في العمق ونكشها له كده من فوق ثرو حلو جدا، وياخدها حمدي فتحي على لعيبها بشماله وتخش جون تاني في وقت حلو جدا عشان تبقى النتيجه المنطقيه الحلوه اللي نقدر نجيبها، ونامن بقى لاخر الماتش كمان ما يخشش فينا اهداف، والحمد لله ان الماتش يخلص 2-0. يلا بينا نروح على الملاحظات. اول ملاحظه طبعا ان كهربا النهارده في ناس كتير بتقول ما عملش حاجه وكان سيء. هو الحقيقه استلم كام كوره كده مش قد كده، بس برده كهربا لما جات له كوره هو والجون حطها جون واتحسب اوفسايد. فطبيعه لعب النادي الاهلي في الشوط الاول ما ساعدتش كهربا ان هو يوصله كور كتير هو والجون ويقدر يسجل، فما نقدرش نلوم على كهربا الماتش ده خالص. مروان عطيه والواحد زهق من الكلام على مروان عطيه كل ماتش، يعني تقدر تقول كده كل ماتش مروان عطيه بيلعب فيه هو رجل المباراه، وبعدين نشوف مين بعديه بقى. لعيب هايل جدا بيداري على اخطاء زمايله وبيباصي وعينه حلوه وفكره سابق ووشه لقدام وحاجه، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظك يا ابني، مستقبل خط نص مصر السنين الجايه كلها. النقطه اللي بعد كده ان احنا بقالنا فتره كبيره ما شفناش ديانج بياخد ماتش من اوله لاخره، وديانج طبعا لعيب مفيش خلاف على امكانيات اليو ديانج بالذات في التوب فورم بتاعه، لكن كان بقاله فتره كده اما جينا نتكلم على الاحتراف وبعد كاس العالم للانديه اليو ديانج طلع بره تركيزه تماما. الحقيقه بقاله ماتشين بيرجع واحده واحده، والنهارده الشوط الاول كان وحش جدا، الشوط الثاني كان كواليتي عاليه الى حد كبير جدا. طبعا مش ده اليو ديانج اللي احنا عارفينه، بس بيتحسن واحده واحده، واليو ديانج لما بيبقى في توب فورم بيفرق معانا كتير جدا، فبرافو اليو ديانج. النقطه الرابعه وهي تخص عمرو السوليه، وعمرو السوليه برده مش هنتكلم عليه لان عمرو السوليه قدم كتير جدا مع النادي الاهلي، لكن الفتره دي الحقيقه عمرو السوليه مش في احسن مستوياته، ويمكن اقل اللعيبه في الملعب دايما بيكون عمرو السوليه في اخر ماتشات. فيا كابتن عمرو لما مستر كولر يغيرك واحنا النتيجه 1-0 لسه مش ضامنين قوي يعني النتيجه، يا ريت ما تقلبش وشك وما تكونش خارج زعلان وما تعطلش لعب. عمرو السوليه واخد دقيقه لوحده في تغييره والنتيجه كانت لسه 1-0. ركز في التدريب وفي الملعب وان شاء الله ترجع تاني لمستواك، ما فيهاش حاجه يعني. النقطه الخامسه والاخيره ان امبارح سان داونز لعب مع شباب بلوزداد في الجزائر وكسبهم 4-1، ومدرب سان داونز طالع بيعتذر لجماهيره وبيقول احنا اسفين على الفرص اللي بنضيعها وبنوعدكم ان شاء الله في الماتشات اللي بعد كده هنحاول نتجنب ان احنا نضيع فرص كتير كده ونستغل كل فرصه بتجيلنا. شباب بلوزداد دوت اللي كسب الزمالك في الجزائر 2-0 ساعه لما الزمالك كان لازم يروح يكسبه هناك عشان يحافظ على حظوظه ان هو يتاهل للدور اللي بعد كده. فانت متخيل بقى كميه التريقه اللي احنا خدناها من ماتش سان داونز؟ لو كان سان داونز قابل الزمالك ممكن كان يشيله مثلا 15-0. نجم اللقاء النهارده بالنسبه لي هو مروان عطيه، وفي لعيبه ادت بشكل كويس جدا منهم محمد الشناوي اللي لولا كان زماننا على الاقل دخل فينا جون، وكمان حسين الشحات بالذات الشوط الاول كان كل الخطوره او كل ملامح اللعب الهجومي لما الكره بتيجي في رجله كان بيعطل الكره الى حد ما، نتيجه ان اللعب مقفول ومفيش زيادات عدديه من لعيبه خط النص تساعده او تديله حلول ان هو يباصي، ولكن بشكل عام الخطوره كانت بتظهر لما تيجي الكوره في رجل حسين الشحات. اما بالنسبه للاسوأ طبعا النهارده فهو عمرو السوليه ومحمود متولي. عموما الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز النهارده، حطينا نص رجل كده في الدور اللي بعد كده، ان شاء الله نعمل ماتش محترم في المغرب، والنتيجه اللي احنا عاملينها في مصر دي تدينا اريحيه ان احنا يبقى عندنا اوبشنز احسن في المغرب، نتيجه ان فريق الرجاء هيبقى نازل لازم يفتح خطوطه الى حد ما عشان النتيجه دي مش مساعداه خالص، فتدي فرص احسن لمستر كولر ان هو يلعب على المرتدات، وان شاء الله نخطف حاجه هناك كده تموت الماتش خالص. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.